بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من قناة نور الزراعة. أحييكم النهاردة إن شاء الله نتكلم عن الأسمدة العضوية وأهميتها في تسميد النباتات والمحاصيل والأشجار. طبعا في أسمدة عضوية زي السماد البلدي، في أسمدة الكتكوت، أسمدة الحمام، أسمدة الخنزير، البودريت. في بعض المخلفات الزراعية اللي بنبدأ نخمرها ونضيفها للأراضي الزراعية. في بعض الأسمدة البلدية لابد من تحللها وتركها في الشمس لفترة طويلة بإضافة السوبر عليها أو الكبريت أو اللوريا أو النترات لتحليلها. طيب، عندنا بعض الأسمدة زي سبلة الكتكوت، سبلة الحمام دي أعلى سبلة. هذه الأنواع كلها مهمة للنباتات. طبعا بتوفر السماد للزراعات. طبعا الأسمدة ديت بتبدأ، لو عايزين مثلا نعرف زي السماد البلدي دوت، ممكن نعمل مثلا قش الرز أو ورق الأشجار أو الأفرع الأشجار. كل هذه المواد ممكن ناخدها طبعا بنعمل لها عملية طحن ناعم، ونبدأ نحفر حفرة في الأرض عبارة عن اتنين في تلاتة طبعا متر مربع بعمق 2 متر، ونضع فيها حوالي طن من الأسمدة اللي هي المطحونة، بالإضافة إلى 100 كيلو سماد بلدي عضوي. وبعد كده بنضيف حوالي 20 كيلو سلفات نشادر بنسرسبهم، وحوالي حوالي 15 كيلو سوبر مع حوالي 5 كيلو عسل. ونبدأ طبعا نرصهم طبقات، وبعد كده ندك الأرض دي دك جيد، وبعد كده نبدأ نغطيها بالبلاستيك أو نغطيها بالتربة السمراء اللي هي الطمية، ونتركها لمدة مثلا سنة. طبعا بتتحلل مع بعضها لتكوين الأسمدة زي الكومبوست والفيرمو كومبوست. كل هذه المواد مهمة للزراعة، تحتوي على عناصر صغرى وعناصر كبرى للنبات. طبعا بتستخدم في الزراعات النظيفة لجميع الزراعات زي الخضار والفاكهة والتوابل والعشبيات، وطبعا الزراعات النظيفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.